جربتوا قبل كده تطبخوا السمك بالزبدة بدل الزيت؟ طب عارفين هتعملوا ايه لو نفسكم راحت لأكلة سمك بس ما عندكوش وقت تروحوا لحد بورسعيد او السويس؟ هبدأ بتتبيلة السمك على طول. الخضرة اللي هستخدم شبت بس، ومعاه توم وفلفل احمر واخضر. هحطهم في الكبة ومعاهم ملح وفلفل شطة وكمون وكزبرة ناشفة ومعلقة واحدة بس من الخل. ولان الليمون بينشف لحم السمك ما تستخدموش غير نص ليمونة واحدة، معلقة زبدة، ودي اساس الموضوع وصدقوني مش هتندم. هخلط كل المكونات لحد ما ده يكون شكلها. هستخدم سمك القاروص من سي فود فاكتوري. السمك عندهم بيجي طازة من السويس من غير ما نضطر نروح لهناك. السمك كان نظيف تماما، كان متشال من عليه القشر، وكمان البطن كانت نظيفة، ما احتاجش مني اي مجهود. بس هعمل تشريحات في السمكة من كل اتجاه علشان احشي فيها الخلطة اللي عملتها. هسيب السمك في التتبيلة شوية لحد ما احضر تتبيلة البطاطس. على نار متوسطة هحط معلقة من الزبدة و3 فصوص من الثوم المفروم بس اشم ريحة الثوم، وهنزل بالشبت بس تقليبة، وهنزل بعصير ليمونة كبيرة. هتبلها بفلفل اسود بس وكده جاهزه، وهنزل بيها على شرايح البطاطس والبصل والفلفل، وممكن كمان تعملوا شرايح طماطم معاها بس انا ما كنتش حابه. في الصينيه اللي هتدخل الفرن هحط شرايح البصل من تحت علشان تتكرمل، والبطاطس هتكون من فوق. رفعوا البطاطس على قد ما تقدروا علشان تستوي. هحط عليها السمك واغلفها كويس وادخلها فرن سخن 30 دقيقه. الصينيه دي لازم يتقدم معاها رز صياديه، واختصارا للوقت والمجهود طلبت الخلطه دي مع السمك. هي خلطه صياديه طبيعيه حتى مش محتاجه بهارات. كل اللي عملته اني ضفت عليها الرز وظبطت بس الميه ورفعتها على النار. بعد 30 دقيقه هكشف السمك علشان ياخد لون، وكده جاهز. والرز كمان بجد خطيره، لازم تجربوها.